كنت كنعرف واحد الولد من فاس، ولد زوين وعنده واحد البساطة كتبان في عينيه. كان ساكن في حي شعبي والناس ديال الدرب كلهم كيعرفوه، وكان كيدوز نهارو ما بين القراية والخدمة والحلم اللي ديما كيهضر عليه وديما كيقولوا للناس: انا باغي ندير مشروع ديالي وما باغيش نبقى نخدم عند الناس. سيمو غادي يكمل قرايته وغادي يشد الباك، ولكن للاسف ما دار به والو، وكان خدام خدمة قليلة وكان صابر حتى ما يسهل عليه الله. والأم ديالو كانت ديما كتقول له: نوض خدم كيف سيادك. هو كان الجواب ديالو ديما كيقول لها: انا ما غاديش نخدم عند الناس، خصني نخدم مشروع ديالي لراسي. من وسط الطموحات اللي عنده كاملين يتعرف واحد النهار على واحد البنت اللي سميتها مريم. هاد مريم كانت ساكنة في نفس الدرب اللي كان ساكن فيه هو. هي بنت زوينة ولكن طيبة في الهضرة ديالها، ولكن الطموحات ديالها قاصحين وزايدين كثر من القياس. هي كانت كتشوف الحياة بحال السباق، كانت كتشوف يا اما الفوق وعندك الفلوس، يا اما لتحت وما عندك حتى درهم باش تشري لقام. سيمو بالنسبه ليها ما كانش الفوق، وكانت ديما كتشوفو لتحت. فاش كانوا يلاه تعارفوا كانت بدايه زوينه، وكانت ديما كتسول فيه وكتساندو وكتقول له: انا معاك ديما وغادي نعاونك وغنبقى معاك حياتي كلها. هو ولا دايرها هي مركز حياته، وديما كان كيبقى ساهر معاها بالليل باش هي تبقى فرحانه، وكان ديما كيعطيها من وقته ومن فلوسه القليله ومن الاحلام ديالو. ولكن مريم في الحقيقه هي ما كانتش كتشوف فيه داكشي اللي باغيه. هي كانت باغيه تشوفه يكون قوي وراجل. بمعنى اخر كانت كتقول مع راسها: سيمو ولد زويون ولكن ماشي قد المسؤوليه، ما غاديش يعرف يتخذ قراراته ويكون راجل بمعنى الكلمه. وهذه الفكره كانت ديما كدور ليها في راسها حتى لواحد النهار وغادي يتغير كل شيء، وغتمشي تقيدو في التجنيد اجباري بلا اخبار. سيمو في نفس ذاك النهار غادي يمشي يانفيستي فلوسه في واحد المشروع اللي هو صغير وغادي يفتح محل ديال الالكترونات، وكان هذا هو الامل ديالو الوحيد في الحياه. رجع للدار وقلبه كيطار بالفرحه، وغادي يصوني على مريم وغادي يقول لمريم: راني لقيت الخدمه اللي كنت باغي وغنفتح واحد المحل ديالي ديال الالكترونات. وهو فرحان. هي تقول له: زيانه سيدي. هي في خاطرها كان ما عجبهاش الحال، وكانت كتقول: هذا مع راسو باقي عايش في الاحلام، هذا خاصو يتربى. مورا ما داز السيمانه بالضبط سيمو غادي يجيوه وراق ديال التجنيد اجباري، وما غادي يبقى فاهم والو، وغادي يمشي للمقاطعه يسول على راسو. فاش غيمشي يسولهم غادي يقولوا له: راه التسجيل جاب الطلب ديالك ماشي بالطلب ديالنا حنا، وحنا ما عيطنالكش. سيمو هناياتي ما بقى فاهم والو وداخ، وبقى كيقول لهم: انا ما طلبت والو، انا ما طلبت والو، شكون اللي قيدني؟ وما بقى فاهم والو. وهنا غيرجع للدار وغيرجع كيفكر مزيان، وهنايا غيشك في مريم هي اللي قيداتو، وغادي يمشي يسولها وغيقول لها: مريم واش انت اللي قيدتيني؟ هي غتجاوبو كتضحك وفرحانه: انا اللي قيدتك وكنت باغياك تكون راجل بمعنى الكلمه. هو بقى ساكت وعينيه تبدلو وما بقاش عاجبو الحال وحنا راسو مشى بحالو في الطريق. سيمو مشى للتجنيد وعام كامل هو في العسكر، ما كان كيهضر مع حتى شي واحد، وديما كان كيسول راسو: علاش هي دارت هكا؟ واش هي كانت باغياني تعاوني ولا باغيه تهنى مني؟ من بعد ما داز عام سيمو تبدل ورجع راجل ديال بصح، ما بقاش كيف كان، وحتى في المظهر ديالو تبدل وبزاف، ولا صحيح ما بقاش ضعيف كيف كان من قبل. سيمو غيرجع لفاس، ولكن غيلاحظ الناس ولاو كيهضروا عليه وكأنه ولا عسكري. هو غير ساكت وكيمشي بحال الروبو، واللي كيعرفو كيسلم عليه وكيهضر معاهم، ولكن هو من الداخل ديالو كانت شاعله فيه بركان. واحد النهار غادي يتلاقى مريم في السويقه وغادي تشوف فيه وغتقول له: التجنيد بدلك وبزاف. جاوبها بجمله واحده: انا تبدلت ولكن انت سبابي. وهناياتي ما غيبقاش التعامل ديالو معها طبيعي. مريم من نهار تلاقاتو في السوق وهي كتحس بشي حاجه غريبه، ولات كتحس براسها شي واحد تابعها ولا شي واحد حاضيها. واحد النهار مريم غادي تفيق في الصباح باش غتمشي تخدم، وغتنوض وغتفتح الباب باش غتمشي تخدم، وغتلقى واحد الوريقه مكتوب فيها: ماشي كل قفل كيتحل. ولكن هناياتي بقات خايفه. النهار الثاني غادي تفيق باش تمشي تخدم، وغتلقى بحدا الباب ديالها تصويرتها مطويه على جوج ومكتوب فيها: الحريه عندها ثمن. هي هنايا دخل معاها الرعب، ولات خايفه، ولات ما باغياش الناس يعرفوها شنو كدير، اولا شي واحد تابعها ولا كيهدد. كانت ديما كتقول مع راسها: سيمو ما يقدرش يدير هذا الشيء. ولكن هي في الخاطر ديالها وفي القلب ديالها كانت شاكه بان السيمو هو اللي كيدير لها داك الشيء، ولكن كانت كتصبر راسها بان السيمو ولد زوين وما يقدر يدير والو.
كل ليله كانت كتسمع اصوات حدا الباب وكتسمع شي سطيم وشي خلفات، ولكن فاش كتفتح الباب ما كتلقى حتى واحد. فهنا مريم شعل فيها الرعب، ولات كتخاف لدرجه ما كتصورش. وهنايا فاش كانت كتبغي تجي تنعس في الليل ما كانتش كتقدر تطفي الضو ولا تبقى بوحدها، خصها ضروري شي واحد اللي يعاونها. فهنا سيمو ما كانش باغي يأذيها، كان باغيها هي تعرف شنو الغلط اللي دارته، كان باغيها تعيش داك الضغط اللي كان عايشه هو في التجنيد. كان كيقول مع راسو ما بغيتهاش تخاف مني، بغيتها غير تعرف الخطا اللي دارته معايا. ولكن مريم ضعافت وكتعيش الرعب، ولات كتخاف حتى دوز السم حدا المرايه. واحد الليله في الليالي الجيران غادي يسمعوا الصداع والغوات، فاش غيهبطوا غيلقاو الباب ديال مريم مفتوحه. فاش غيدخلوا ما غيلقاو حتى شي واحد، وغيلقاو غير تصاورها معلقين في الحيط. ومن داك النهار لا سيمو بان ولا مريم بانت. وكاين اللي كيقولوا هادوك راه كيبغيو بعضياتهم وراه غيكونوا مشاو بجوج بيهم لشي مدينه جديده يكملوا حياتهم. وكاين اللي كيقول سيمو راه انتقم منها اولا خطفها وداها لشي بلاصه وما عارفينش السبب لحد الان. ولكن فاس كلها كانت كتهضر على القيد اللي قتل الحلم ديالها. ماشي كل قيد كيتحل، وماشي كل نيه كتستاهل الغدر.